برحب بحنانيا. ونادي الفتح بأسيوط بيشارك في الدرجة الرابعة. ليه قصة كده، يعني النادي منشأ من أول 2003 لكن ما بدأش فيه أي أنشطة رياضية غير مع 2022. يعني هتعرف من كابتن عبد الرازق أحمد المدرب الفريق الفتح اللي مشرفنا النهارده. كابتن عبد الرازق أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. النادي منشأ من 2003 على مساحة قد إيه؟ مساحة 10 فدادين، 10 بدنا. 10 فدادين. يعني كان نادي اجتماعي لحد 2022؟ لا، هو مش نادي اجتماعي، هو عبارة عن سور وفي مبنى وشوية أساس قليل خالص، يعني جاء من 20 سنة، واتعمل ملعب خماسي مثلا من 4-5 سنين. بس في مبنى اجتماعي كويس خالص، بس يعني مهجور، شبه مهجور، في غرفة مستغلة وفي مثلا شوية أساس قليلين على كم بساط جودو، على كم ترابيزه كده. جودو والحاجات دي دخلت. انا عايز اعرف من 2003 لحد 2022 كان في ايه؟ بس بقول لحضرتك كان عباره عن سور والمبنى الاجتماعي بس، واتعمل فيه الملعب الخماسي مثلا من 4-5 سنين تقريبا. طب يعني هو تابع لوزاره الشباب والرياضه؟ طبعا. طب من 2003 لحد 2022 وزاره الشباب والرياضه ما تدخلتش خالص ان انتوا لا لازم تشاركوا بانشطه رياضيه، لازم تساعدكم باي حاجه؟ والله هو كان في مساعي ناس قبل كده يعني، بس كانت انت عارفه انا اوصل ازاي الوزاره؟ حاجه مرهقه جدا وحاجه صعبه. حتى احنا بعد ما اشتركنا، وانا هجيب لك من الاخر، يعني احنا برضو رحنا لاعضاء مجلس الشعب عندنا، ابسط حاجه يقول لك اديني مذكره اعطيها على الوزير، او قول لي طلبات اكتبها للوزير. تقريبا الثلاث اعضاء اللي عندنا في الدايره مثلا كل واحد فيهم يقول لك انا كتبت لك مذكره عرضتها على الوزير، ولا ايه النتيجه؟ مفيش نتيجه لحد دلوقتي. مفيش نتيجه عشان ما كانوش بيتابعوا دوت. كان لازم يبقى فيه متابعه ليها، فبتجبر الوزاره انها لازم تتدخل في حاجه زي كده. يعني غريبه ان هو يعني المفروض ان وزاره الشباب والرياضه اللي اول حاجه بتهتم بيها هو الصعيد، يعني اكتر من الاماكن الثانيه اللي متواجده حواليها، او بحري ممكن تبقى قريبه، لكن الصعيد ده يعني دايما ناسه بعيد، فكنا متخيلين انه دايما لازم وزاره الشباب والرياضه تديله الاهتمام الاكبر يعني. لكن ازاي بقى دخلتوا الرياضه في 2022؟ والله زي ما انا بقول لحضرتك، يعني احنا بس كان في كذا مجلس اداره كان فيه بالتعيين، وبعد كده تتعاقب كذا مجلس لحد من 2021 جه مجلس اللي هو القائم حاليا. كان في عضو مجلس اداره الموجود حاليا الاستاذ امير، هو اسمه محمد عبد الرازق او الاستاذ امير، يعني هو راجل اتحمس، فكنا رحنا له انا والكابتن جنيدي على اساس ان احنا نشترك في الاتحاد المصري لكره القدم. فطبعا كان في شويه طلبات عشان نشترك في الاتحاد، فادناهم له في النادي. فهو الاستاذ امير مع الاستاذ علاء مدير التنفيذي للنادي جهزوا الطلبات واتبعتوا يعني خد وقتهم في الموافقات لحد تقريبا يوم 1/9 او 31/8/2022 اتبعت لنا ان الاتحاد المصري وافق على ضم نادي الفتح الرياضي بأسيوط لمسابقات الاتحاد المصري. من تاني يوم على طول، احنا مش من تاني يوم، من بالليل اول ما جانا القرار على الواتس، رحنا على طول انا والكابتن جنيدي والاستاذ محمد او الاستاذ امير، رحنا له واشتغلنا من بالليل. رحنا خدنا قلنا هنشترك بفرقتين ناشئين. كابتن جنيدي هو المدير الفني. المدير الفني للفريق الاول. وانتوا لما اشتركتوا 22؟ اشتركنا السنه اللي فاتت، اشتركنا في فرقتين ناشئين، فرقه 2003 وفرقه 2009 اللي هي قائمه حاليا. و2003 لعبنا بس السنه اللي فاتت، وبعد كده شلناها لغيناها ودخلنا في فرق ثانيه السنه دي غير 2003. تمام. امال الفريق الاول بيلعب في الدرجه الرابعه؟ الرابعه السنه دي، القسم الرابع. عملتوا الفرقه ازاي؟ اتفضل. القسم الرابع يعني؟ والله بص، احنا لحد مثلا بعد شهر 7 كده جاتنا الفكره ان احنا برضو عايزين نسمع باسم النادي لاسباب كتير. يعني احنا عملنا زي اعلان كده، احنا هنشترك، عملنا زي اعلان احنا عايزين اختبارات، جالنا لعيبه كتير وطبعا وناس خدنا ناس، وناس ما اتخذتش، وناس جت معانا وتحملت الظروف، وناس ما تحملتش الظروف، وبدانا واشتركنا وربنا يعين ويساعد يعني ان شاء الله. يعني كله جهود ذاتيه خالص لا بعد الحدود. طب في مجلس الاداره مش بيساعد؟ والله بص، هو مجلس اداره برضو انا مش عايز، احنا معانا وزي ما قلت لحضرتك الاستاذ محمد من السنه اللي فاتت المصاريف اللي اتصرفت كلها الفرقتين اللي اتلعبوا كان الاستاذ محمد تقريبا من جيبه، يعني الاستاذ امير، يعني امير ده عضو مجلس اداره اللي هو مشرف على النشاط الرياضي، كان تقريبا من جيبه. فوراي كان معانا، بس حصلت له ظروف السنه دي وعكه صحيه كده، ربنا يقوم بالسلامه ان شاء الله. وبرضه احنا برضه ما رضيناش نوقف مكاننا يعني، فبنحاول انا والكابتن جنيدي يعني، او الكابتن جنيدي وانا عشان نديله حقه، الراجل مش موجود عشان ياخد حقه. عايز اقول لحضرتك احنا بننحت في الصخر يعني. طبعا.
فكل اسبوع وكل ماتش عايزين ايجار ملاعب، وعايزين اسعاف، وعايزين ايجار للتدريب وايجار للماتشات وانتقالات وزي ولبس وادوات وكور وزي ما تخيل وضيافه. يعني لو حبيت اسمي لك لحد مثلا نص ساعه اسمي لك الحاجات اللي كل ماتش كل اسبوع. طب كل الانديه اللي مشهوره في وزاره الشباب والرياضه بيتبعت لها المفروض زي يعني هما بيقولوا عليها الدعم. انا اعتقد والله يعني موضوع الدعم ده بطل من فتره يعني. يعني هو ممكن يقول لك انت نمي مواردك، انا عامل لك ملعب خماسي، حاول مثلا يدخل لك دخل. جو السنه دي بعتوا تقريبا لكل مراكز الشباب والانديه ترابيزات بلياردو وترابيزات بينج تنس طاوله. فبرضه عايزين ينموا، يقول لك انا هديك الحاجه الموجوده عندي دي وانت حاول تنمي مواردك. دور على راعي، استغل لو عندك مساحه تستغلها، اجر المكان. يعني ممكن لو الصوره استخدم محلات استخدم. بس للاسف احنا عندنا نادي الفتح يعني تقريبا كده على الطريق الصحراوي، فالموضوع يعني صعب شويه، بعيد عن التجمع العمراني وبعيد عن البلد. فحتى عشان تجذبي حد مثلا مستثمر يستثمر هناك، الموضوع هيبقى مش سهل يعني. طب يعني امال الاعضاء اللي موجودين مفيش اعضاء كتير؟ لا هم تقريبا ما يتعدى على صوابع يعني. الاعضاء العاملين في المركز في النادي ما يعدوش 100. انا عايز اقول لحضرتك يعني اخر جمعيه عموميه كانت من شهر، كان لهم حق التصويت حوالي 40 واحد. كان في انتخاب عضو مجلس اداره كان لهم حق التصويت كانوا 40 واحد. 40 واحد دول مشتركين بكام بقى؟ الاشتراك السنوي 5 جنيه. 5 جنيه. ده معنى كده ان مفيش موارد للنادي اصلا خالص. يعني انت بتقولي في ملعب خماسي وفي صاله جودو؟ لا هو مش صالة، هي هي المبنى الاجتماعي. المبنى هو نقول عليه مبنى اجتماعي، في كذا صاله، وفي ممكن في الدور الاخير كده في حاجه ممكن تنفع صاله افراح، وفي مثلا بساط جودو. بساط ده كان فيه اشتركوا برضه وجابوا لعيبه كده واشتركوا، وبرضه الموضوع بيمشي على سطر ويسيب سطر زي ما بنقول كده يعني. بس برضه الجودو مش بتدخل حاجه للنادي يعني، ده بتاخد مش بتدخل. ده كده معنى كده ان انتوا دخلتوا كره القدم ومدخلين رياضه الجودو وفي العاب قوه والعاب القوه. لكن بقى مفيش لا مجال اصلا ولا مكان للباسكت لا هو المكان موجود. المكان موجود. احنا برضو في ناس يعني في ناس عرضت انها تيجي تاخد. برضو في حد جه كان اتكلم على فولي، حد اتكلم على باسكت. بس انا طب ما انا هاجي، طب انت لا عندك ملعب ولا عندك طب انا هستفاد ايه؟ هو انا هصرف كله من جيبي. طب وبعدين؟ بس هي القصه في كده. بقيه المساحه اللي موجوده فاضيه صحراء. انا لو في فرصه ثانيه يعني انا ممكن اجيب لحضرتك فيديو للمكان 10 فدادين يعني. لا انا اتمنى الفرصه الثانيه اللي جايه لحضرتك يكون دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. سمعنا ان الناس دي عندها النادي موجود صحراء، لو هنساعدها ان احنا نديها ترابيزتين بلياردو ولا وتنس طاوله، او مين هيلعب صحيح يعني. بدينا لهم دول، طب ما احنا نعمل لهم ملعب اصلا، وبالتالي هذا الملعب ممكن يتاجر، ممكن فرقه ثانيه تيجي تلعب عليه. طب ما انا اساعدهم ان انا اشوف لهم مستثمر يعمل عندهم ملعب ويعمل اوتيل صغير، وبالتالي تبقى الحكايه انه ممكن يتعمل عندهم معسكرات. ابقى ساعدتهم بشكل كبير يعني. يا ريت ما هي يعني منوط بوزاره الشباب والرياضه انها تساعد الانديه انها تقف على رجليها. طبعا يا ريت والله. احنا عندنا المكان المبنى، خلينا نقول عليه المكان النادي الاجتماعي يعني. المبنى ممكن ينفع نزل يعني، في غرف كتير والمبنى كبير يعني مش صغير. في غرف ممكن يبقى نزل يعني، ممكن لو شويه تظبيط كده بدعم قليل خالص ممكن نعمل في حد يعمل عليه معسكرات. لو اتعمل الملعب ده هيشيل جزء كبير، او هيشيل 90% من التعب. الناس تعبانه، على الاقل هتلاقي لك ملعب تلعب عليه، تلاقي ملعب تتمرن عليه، ممكن تستغليه كمورد حد فرق تاني تلعب عليه. خاصه عندنا في اسيوط الملاعب اللي بتلعب عليها يعني تقريبا 10 او 11 ملعب يعني. في بالاربع فرق بيلعب على ملعب واحد يعني. بقول لحضرتك كان في ملاعب بتلعب عليها بس 3 ماتشات في اليوم. هو الارض اللي هي ال10 فدادين دول ملك النادي؟ ملك النادي يعني مخصصين من الوزاره للنادي؟ مخصصين من 2003، مش مؤجرين من حد؟ لا يعني عادي يعني. وزاره الشباب والرياضه ممكن تنشئ عليها ملعب فعلا ليكوا يعني. انا عايزه اسال هي قريه الفتح زي البداري ولا هي ايه؟ مركز الفتح زي البداري وزي ديروت وزي الساحل في انديه ثانيه موجوده في نفس المركز الفتح؟ لا هو في كل مركز في نادي يعني. في نادي ديروت، نادي الجوسيه، يعني نادي المنفلوط. المفروض ان انتوا بتخدموا مركز الفتح. مركز الفتح
انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع، احنا عندنا مركز الفتح، احنا عندنا لعيبه مصطفى شلبي ده عندنا من الفتح، مصطفى شلبي لاعب الزمالك بتاع الزمالك، محمد ابو جبل بتاع منتخب مصر بتاع البنك الاهلي، محمود جعود بتاع البنك الاهلي، دول لعيبه من الفتح. شوف كام لاعب زي مصطفى شلبي وزي جعود وزي ابو جبل ممكن ياخد فرصه ويلعب. ما احنا بنعمل كده، احنا عايزين نشتغل برضو يعني زي ما اتاحنا فرصه مثلا حاجه، مش عايز اقول خدنا تراك تاني مختلف شويه عن الناس شغاله بيه، يعني مثلا زي موضوع ساره كده، احنا جبنا ساره تشتغل فرصه كويسه تبرز حد ممكن يكون موهوب في حاجه معينه، زي التدريب واحده الست تتمرن شباب، دي حاجه خدناها ريسك، بس انت هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه. يعني هي ريسك، ان يا خسر يا كسب. فرصه مكسبه زي يعني انا بقول فرصه مكسبه اكتر من خسارته. مكسبه اكتر فعلا أكتر. ومكسبه لا انت مش هتخسر حاجه، يعني لو جبت حد ماسك فريق، واحده مسكت فريق واتغلب، طب ما انت بتتغلب وفي غيرك بيتغلب وفي غيرك بيتغلب. طيب وفي ريسك تاني في الفريق الاول بنعمل يعني أنا مثلا هقول لحضرتك في نادي عندنا في القسم الرابع اسمه صدفه صرف حوالي 1,000,000 جنيه، احنا ما صارفينش مثلا بتاع 40-50 الف، بس انا في حاجه، انا عندي الفريق الاول فيه 3 أو 4 لعيبه فوق ال 21 سنه، باقي اللعيبه كلها 2005 2004. يعني انا عندي الفريق القسم الرابع الفريق الاساسي في حوالي 4 لعيبه او 5 لعيبه 2005، 2 لعيبه 2004، في لاعب 2006. طب ما دول يلعب السنه دي ويلعب السنه اللي بعدها وهيطور من نفسه، ممكن يلاقي فرصه اللي يتسوق لنادي اعلى يلعب دوري ممتاز. لو اللاعب ده لو ما لقيش الفرصه عندي مش هيلاقيها. مين هيدي حد فرصه 2005 يلعب قسم رابع او فريق اول؟ حاجه احنا عايزين نشتغل بره السياق اللي هو اللي الناس كله شغال عليه. طب ما في فرق مثلا ممكن فرقه صرفت 1,000,000 ممكن تصعد، فرقه ثاني فرقه صرفت 800,000 مش هتصعد لان بيصعد فرقه واحده. فاحنا بنحاول بالهدف الاساسي احنا عايزين نخدم شباب المركز. صحيح. مركز الفتح. والله المستعان. مفيش واحد في مركز الفتح يبقى مستثمر او مقتدر ان هو يساعد النادي ويقول انا عايز ارعاه. ماشي، ما بصي المستثمر ده تاجر عايز يحط فلوس ياخد قصادها. ياخد فلوس. احنا رحنا انا والدكتور جنيدي رحنا لكذا حد في القريه نفسها اللي فيها من النادي، قريه اسمها عرب مطير، رحنا لكذا حد. طب ماشي، هتقعد تشرحي له كذا 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 ونساعد الشباب ودي فرصه لابني ولابنك ولابن ابنك ولجارك وبعد كده، ففي الاخر هو في نهايه الكلام طب انا هاخد ايه؟ حتى لو حد مقتنع يجي له واحد ما شغال معاه او اخوه او كده يقول له يا عم انت هتاخد ايه؟ يعني هو لما هو هيعمل ملعب هيبتدي الانديه الثانيه اللي موجوده في المراكز اللي حواليها تبتدي تاجره، لو عمل الملعب اوتيل هيبتدي يبقى عنده معسكرات منها، لو هيعمل حمام سباحه ده هيبتدي ناس تيجي تلعب عليه ويتعمل عليه يعني حتى لو هتيجي اعضاء وتخش عشان حمام السباحه فهيكسب، ما هي ليها مكسب. ما انا فاهم، بس هو برضو الناس طبيعه الناس اللي من بلدنا الفكره ده صعب عليهم. يعني ممكن تلاقي ناس تاني مثلا في المدينه نفسها ممكن يشتغل على الكلام ده، مثلا يوصل له فكره ان انا استثمر في مجال الرياضه، حمام سباحه، ملعب، نزل، لكن الناس المتاحه ليا الموضوع ده صعب عليهم، صعب على تفكير، مش صعب عليهم يعني بعيد عن مجال شغلهم وتفكيرهم. يعني هو مثلا معظمهم شغال في المجاولات، شغال في النجل في كده، فهو تقول له رياضه وحمام سباحه وبتاع واستثمار ما بيبقاش لا، هو بالنسبه له ده لعب كوره، لعبه مش فاهم، مش واصلاه. هتوصلي له ممكن هو لو هتجاوب ممكن حد كده يقول لك كلمه في القعده كده يبوظ الكلام كله. لا يا عم ده دول مش عارف عايزين ايه، دول فاضيين. طب ما توصلتوش مين وكيل الوزاره اللي موجود في اسيوط؟ حاليا اسيوط كان فيها الدكتور علي جاد وطلع معاش من يوم 7/11 ليه شهر. اسيوط حاليا من غير وكيل وزاره بقى لها شهر. ما جربتوش ولا مره ان انتوا تحاولوا تقعدوا مع حد وكيل وزاره؟ حاولنا، ما الدنيا صعبه صراحه. يعني احنا حاولنا برضو، كتبنا كذا طلب ان احنا نستغل ملعب، يعني مثلا نستغل ملعب لمركز شباب ان يدينا الملعب نتمرن عليه باجر رمزي او من غير اجر او كده، ما لقيناش موافقه. حتى كتبنا طلب للسياده الدكتور وزير اشرف صبحي، وخدوا عضو مجلس الشعب برضه بموضوع الملعب ان يدينا يسمح لنا بملعب الوسط او ملعب بني مور، برضه ما مش عارفين الطلب راح فين. طيب انا يعني بضم صوتي لصوتك النهارده انه يعني لدكتور اشرف صبحي انه على الاقل بص بنظره رعايه لواحد من الانديه اللي محتاج انه يتحول من صحراء
يتحول لنادي. وكده كده الوزاره بتستفاد اصلها، يعني ما هتعمل لهم ملعب هتاخد 25% منه، يعني من الايجارات اللي هتبقى موجوده، هتعمل له اوتيل، معسكرات هتبقى نفس الحكايه، هتعمل حمام سباحه كذا. فيا ريت يعني زي ما عملنا كتير لانديه بحري نعمل حاجه لانديه الصعيد شويه، ونبص شويه بعين العطف لمركز الفتح. الزميل شريف بره بيقول لي انه المركز الفتح فيه بني مر اللي هي بني مر كانت بلد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ايوه بني مر. بني مر. فلا ظروف صعبه جدا بتعدوا بيها، وانا يعني بتمنى ان شاء الله انه ممكن وزاره الشباب والرياضه تبص لكم شويه بعين الرعايه يعني. يا ريت والله، عشان الشباب مش عشان خاطرنا احنا يعني، لان احنا النهارده موجودين بكره مش موجودين، بس الواحد بس عشان بكره ابني يلاقي حد يعمل معاه كده، وبدل ما ياخد سكه كده يتجه في المجال الرياضي. وزي ما انت شايفه كله حب الكوره وحب النشاط الرياضي. بعد تجربه محمد صلاح كل واحد عايز فلة محمد صلاح وعايز يبقى يلعب كوره، وفي مواهب كتير بس مستنيه بس حد يساعدها. هو الموضوع بس محتاج اعضاء مجلس الاداره يتكاتفوا مع رئيس مجلس الاداره والله شويه، برضو ويروحوا بنفسهم لوزير الشباب والرياضه. هو مجلس الاداره برضو مش مقصرين يعني، بس انا بقول لحضرتك ان هوصل للوزير. هل عضو مجلس الاداره هيوصل للوزير؟ انا بس حضرتك هيقدر يوصل للوزير؟ دكتور اشرف صبحي صعب قوي كده ان حد يوصل له؟ مش عارف يعني ده المفروض انه موجود في الوزاره والخدمه الانديه وخدمه مراكز الشباب اللي موجوده يعني. ده حقك انك انت تروح وتخبط على باب الوزير وتدخل له، ده حقك. يا ريت خلاص. احنا برضو مجلس الاداره مش متاخر معانا برضو يعني، سياده اللواء والاستاذ محمد والاستاذ مصطفى نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ محمود كلهم يعني مش متاخرين يعني معانا، فبرضو احنا معاهم وهنحاول مره واثنين وثلاثه، مش هنزهق، مش هنرمي الفوطه زي ما بيقولوا. صحيح. لكن انتم موجودين في الدرجه الرابعه في المركز الكام بقى؟ يعني مش ماشيين كويس الفتره الاخيره. لو ما دام مفيش امكانيات ماديه هيبقى في مشاكل طبعا. طبعا اكيد طبعا. وبرضو يعني انا افخر لو اي حد مكاني او انا والكابتن جنادي مش هيعمل 10% من اللي احنا بنعمله. صحيح. دي اقولها بكل ثقه يعني. اتمنى ان وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يعني ينتبه لهذا الموضوع يعني جدا ويهتم بهذا النادي، واتمنى انه يبقى في حد عنده الفكر بتاع الاستثمار انه يبقى موجود، يا اما تدوروا زي ديروت كده على انه زي ما سيراميكا كليوباترا راحت راعت ديروت تدوروا على حاجه زي كده يعني. الناس بقى اللي والله احنا بندور، احنا مش ساكتين يعني. احنا برضو من شهر كده جينا حد سعودي يعني كان بيدور، عنده نادي في غانا وعايز يستثمر في مصر، فوصلنا له يعني عن طريق حد شغال هناك في السعوديه، بس قالوا ما ينفعش هنا السعودي يستثمر في الحكومي، يستثمر في الخاص. قالوا مش هينفع الغير مصري يستثمر في الحكومي. بس دي كان حاجه من الحاجات اللي برضو، بس احنا طبعا مش عايزين نخالف اللوائح برضو، احنا عايزين حاجه في ظل اللوائح والقوانين. خلاص مش نافع السعودي نجيب المصري. احنا بنحاول يعني احنا بنحاول ما فيش مشكله. احنا بنحاول وبندور، ومش زي ما بقول لحضرتك مش هنرمي الفوطه. ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله، واحنا اكيد معاكم ونساعدكم باي حاجه. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. شكرا. ربنا يوفقكم يا رب، وسعيده ان حضرتك كنت موجود معانا. انا اسعد والله. شرفتني. ده الشرف ليا والله. ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع نستقبل كابتن احمد عباس المحلل الفني، خليكم معانا.